الفيلا عنده في المشروع يوصل تمنها 68 مليون جنيه. مجموعة هشام طلعت مصطفى بتعمل مشروع تكلفته 21 مليار دولار، وأرباحه هتوصل 35 مليار دولار على لسان هشام طلعت مصطفى. المشروع الجديد ده بالشراكة مع الحكومة، المشروع اسمه ساوث ميد. المشروع ده على مدينة سياحية كبيرة 23 مليون متر مربع. انتوا متخيلين الرقم؟ ده مش أول مشروع مشترك لهشام طلعت مصطفى مع الحكومة. سبق قبل كده مشروع مدينة نور في العاصمة الإدارية الجديدة. المشروع الجديد بقى اللي هو أعلن عنه الأيام ديت في الساحل باسم ساوث ميد. رجل الأعمال كشف عن مبيعات من المشروع، يعني أول ما طرح المشروع ده للمستثمرين عمل مبيعات 60 مليار جنيه في 12 ساعة. أيوة الرقم صح، 60 مليار جنيه في 12 ساعة. هشام طلعت مصطفى للي ما يعرفش يبقى أكبر مالك للأراضي والفنادق في مصر. طبعا هو مشهور بأكبر مدينتين عملهم في مصر، وهو مدينة الرحاب ومدينة مدينتي. أول شركة عقارية في مصر بتصمم مدن. بالمناسبة أقل سعر فيلا في مشروع الساوث ميد هيكون 13 مليون جنيه، واعلى رقم فيلا هيكون ب 300 مليون جنيه، وممكن يزيد عن كده. قول لنا تحت في التعليقات شايف المشروع ده ازاي.